السلام عليكم حبايب قلبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا مساء الفل والورد والهنا على عيونكم. واللي بيشوف الفيديو الصبح، صباح الخير وصباح الفل على عيونكم جميعا. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النهارده فيديو جديد، وصفة جديدة نشوفوها مع بعض، وبتمنى ان شاء الله باذن الله وصفة النهارده وفيديو النهارده يعجبكم. آه، واهلا بالناس الجديده اللي دخلت على القناه. برحب بيكم طبعا، وبتمنى ان شاء الله باذن الله القناه تعجبكم وتنور رضاكم. والناس اللي معايا من اول القناه طبعا منوريني دايما ومشجعيني ودايما معايا ان شاء الله باذن الله، ومع بعض دايما للاحسن ولوصفات كتير 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 مع بعض ان شاء الله باذن الله. يلا بينا بقى ندخل على فيديو النهارده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بس قبل كده ما نبتدي في الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آه ان شاء الله بإذن الله نعمل النهاردة مع بعض تدميس الفول. طريقته سهلة وبسيطة، بس ساعات مش بيظبط مع ناس. آه في إضافة ممكن يحطوها تبوظ لهم الوصفة كلها، ممكن حاجة ما يحطوهاش تكون ليها إفادة في الوصفة. فإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمله مع بعض بطريقة سهلة قوي وطريقة مبسطة، وإن شاء الله تنجح معاكم 100%. وهتشوفوا في الفيديو بالظبط إيه الحاجات اللي احنا هنضيفوها في تدميس الفول. هو تدميس الفول مش مجرد ان انتي بتدمسي فول بتجيبيه وبتحطيه وخلاص، لأ. في تسوية معينة لازم يتسوى عليها، في إضافات بسيطة، وفي إضافة صغنونة خالص كده بنضيفوها عليه إن شاء الله بإذن الله. تابعي الفيديو زي ما هو كده وتابعي مقاديرنا، وإن شاء الله بإذن الله يطلع معاكي زي الفل. أول حاجة المقادير بتاعتنا، معايا نص كيلو من الفول. أنا الفوالة بتاعتي دي بتاخد نص كيلو بس، ما بتاخدش أكتر من كده. معايا نص كيلو من الفول البلدي. بتجيبيه بتنضفيه، مثلا لو في اي شوائب او في اي حاجة مش مرغوب فيها بتشيليها. وبعد كده هنبتدي ان احنا ننقعه ليلة كاملة. جبت الفول وشوف يعني نقيته كويس وبصيت فيه اتأكدت ان هو نضيف. حطيته في الفوالة وحطيت عليه مية عادية خالص من الحنفية، وسبته ليلة كاملة. آه، نقعته من بالليل، واحنا هنا كان تاني يوم الصبح، كان حوالي منقوع يعني زي 8 9 ساعات كده. خلاص هبتدي بقى ان انا هحطه في بولة وهغسله مرة بقى واتنين وتلاتة، يعني هغسله كويس جدا. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصي، اول ما نقعناه ليلة كاملة ابتدى ان هو حجمه يتضاعف جدا. لازم تنقي فولة كويسة عشان تاخدي منها نتيجة كويسة. سعر الفول كان عامل 28 جنيه. ده كان نص كيلو ب14 جنيه. بصي حجم الفولة اللهم بارك تضاعف جدا. وبصي كمان لونها كان فاتح وحلو ازاي. اختيارك نوعية الفول يعني بيترتب عليها نتيجة فول أفضل. بعد ما غسلته بقى مرة واتنين وتلاتة كده في البولة واتأكدت ان هو معايا تمام، هبتدي ارجعه تاني للفوالة. آه، في ناس بتسميها قدرة وفي ناس بتقول عليها فوالة، عشان يعني بتدمس الفول او للفول فبيسموها فوالة. فهي قدرة او فوالة ايا كان، حتى لو مش متاحة او موجودة ممكن في حل عادي يعني تقضي الغرض معاكي وتسوي لك الفول كمان. بصي خلاص غسلناه ورجعناه تاني في الفوالة، وغليت له بقى مية في الكتل، حطيت عليه مية مغلية. لازم معيار المية تظبطيه يبقى مغطي معاكي كمية الفول وزيادة شوية. تمام. ولازم طبعا كمية الفول تكون مناسبة للوعاء اللي هي هتتدمس فيه، يعني ما تبقاش كتيرة قوي وما تبقاش قليلة قوي. بعد خلاص ما حطينا الفول على النار، المية المغلية طبعا عليه وحطيناه على النار. وهو في الوقت الحالي على النار معايا ايه الإضافة اللي انا هضيفها عليه. انا هحطه على النار حوالي نص ساعة او ساعة عقبال ما انقع معايا. معايا نص كوباية، ربعها
عدس اصفر والربع التاني فول مجروش. يعني معايا ربع كوباية عدس اصفر وربع كوباية فول مجروش. هبتدي ان انا اخدهم الاتنين مع بعض كده ببولة او في طبق، وهضيف عليهم مية سخنة وهسيبهم على جنب حوالي نص ساعة. خلال النص ساعة دي الفول بتاعي على النار. يعني الإضافات دي أنا مش هضيفها في الأول والفول بيتحط على النار، لأ، أنا هحط الفول على النار ياخد حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع غليان، وبعد كده هبتدي أضيف الإضافة بتاعتي اللي هي العدس بجبة. ربع كوباية من العدس بجبة وربع كوباية من الفول المجروش، يبقى نص كيلو الفول البلدي بياخد ايه اضافة، بياخد ربع كيلو عدس، ربع كوباية عدس عدس اصفر وربع كوباية فول مجروش منقوعين نص ساعة وبيضافوا عليه. بعد كده ايه الاضافة التانية اللي هضيفها بتديله لون حلو جدا وبتديله طعم حلو جدا. انا ما بحطش كركم، ما بحطش اي حاجة للفول، وهتشوفي نتيجة فول ولا اروع من كده زي ما شفتي في اول الفيديو. بعد كده ضفت جزرايه مبشوره بشر ناعم عليه ورفعته على نار هاديه زي ما انت شايفه. الفول بيتدمس على نار هاديه جدا. يعني انا اتعمدت ان انا اصور النار اللي انا مسويه عليه الفول عشان تشوفي النار اللي هو مستوي عليها قد ايه. قعد قد ايه على النار؟ قعد حوالي تقريبا 3 ساعات على النار اللي انت شايفاها دي. اول حاجة عليت النار عليه، اول ما ابتدى يغلي معايا ويتناز يعني يتناسق كده مع بعض ويغلي كويس، خلاص هديت النار بالمستوى اللي انت شايفاه وسبته بقى. اخد حوالي 3 ساعات على النار الهادية دي. بعد ال3 ساعات بصي هنا انا بحاول ان انا اوريكي الفولاية ان هي دايبة دوب. يعني بحاول اضغط عليها بس هي سخنة جدا. يعني بصي دايبة دوب، والقشرة كمان دايبة جدا مهرية. ولونه يعني ان شاء الله باذن الله تجربوه يعجبكم جدا. بس هو كده كان استوى معايا. طبعا انتي بقى بتعمليه بتستخدمي منه الكمية اللي انت عايزاها في الوقت الحالي، وبعد كده بتحتفظي بباقي الكمية. بصي لونه، بصي الحاجات الاضافات اللي احنا ضفناها هي دابت فيه. يعني هي مش واضحة ومش باينة فيه. بصي والفولة مهرية تماما، سواء القلب بتاعها او سواء القشرة كمان دايبة دوب. ان شاء الله باذن الله تجربوا وصفة النهاردة وتعجبكم. لو وصلتي بقى لغاية هنا في الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. وان شاء الله بإذن الله عيلتنا تكبر بيكو احلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. ربنا يديمكو دايما اصحاب واخوات ليا. ان شاء الله بإذن الله وصفة النهاردة تعجبكم، و يعني ان شاء الله باذن الله تنور رضاكم. هنا بقى عملت طبق كده سريعة كده بالطماطم بسرعة. بصوا ده الزيتون اللي احنا عملناه مع بعض، اول مرة افتح عليه قلت اجربه. والليمون ده القشور اللي احنا كنا حاطينها بصوا على الوش بتاع الزيتون. انا عايزه اقول لكم اطعم واحلى من الزيتون. يعني احنا القشور بتاعت الليمون دي انا كلتها، انا بحبها جدا. والمربى اللي احنا عملناها مع بعض، وحمرت بطاطس كانت اكله حلوه. هسيب لكم الرابط بتاع المربى والرابط بتاع الزيتون في الاي فوق وفي اخر الفيديو ان شاء الله تشوفوه. وهنا خلاص بقى كنت خلصت فطرت انا والولاد، وبعد كده باقي كمية الفول ما كنتش محتاجاها خلاص. في الايام يعني دي خلاص انا مش محتاجاها تاني في الوقت الحالي. فجبت اكياس تلاجة عادي وكيستها، وهشيلها في الفريزر. في الوقت اللي انا محتاجاها هطلعها تفك شوية وهستخدمها عادي جدا. ان شاء الله بعمل معاكم وصفة فول حلوة جدا ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. حاجة كده يعني ولا احلى من اللحمة. يعني وصفة ان شاء الله باذن الله هتبقى حلوة. هشيل باقي الكمية معايا في الفريزر، ووقت ما احتاجها هطلعها. بتمنى يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. اشوفكم دايما في فيديوهات جديدة وفيديوهات متنوعة، ودايما نعمل مع بعض وصفات حلوة كتير مع بعض. وحبايب قلبي الحلوين اللي بيشوفوا القناة من غير ما يعملوا اشتراك، بتمنى تنوروني بالاشتراك بتاعكم تبقوا احلى اخوات وصحاب كده ليا. ودايما اشوفكم في فيديوهات جديدة، ومع السلامة.